مصر شالت فوق طايتها يرضي مين؟ فين شبابها وفين ولادها المخلصين؟ مصر شالت فوق طايتها يرضي مين؟ فين شبابها وفين ولادها المخلصين؟ يا مصريين ايه جرالنا ايه؟ امتى هنفوق كلنا من اللي احنا فيه؟ بلدنا بتضيع مننا نستنى ايه؟ ايه في حياتنا هم مننا نخاف عليه؟ يا مصريين ايه جرالنا ايه؟ امتى هنفوق كلنا من اللي احنا فيه؟ بلدنا بتضيع مننا نستنى ايه؟ ايه في حياتنا هم مننا نخاف عليه؟ تولى محمد مرسي عيسى العياط المرشح الاحتياطي لجماعة الإخوان المسلمين منصب رئيس جمهورية مصر العربية رسميا في يوم السبت الموافق 30 من يونيو من عام 2012. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. وبعد أداء اليمين الجمهوري أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة في حضور القضاة، توجه إلى جامعة القاهرة في موكب رئاسة الجمهورية ليلقي خطابا أمام قيادات الدولة والشخصيات العامة وسفراء الدول وغيرهم. وطوال عام من حكمه استعرض قوته أمام مؤيديه في ميدان التحرير بعد أن فتح صدره ليعلن عدم خوفه، وقال في خطابه: محكمة التي لا تعلو عليها شرعية، أنتم أهل السلطة ومصدرها، وأنتم الشرعية وأقوى مكان فيها. تجول على قدميه بين أهله وعشيرته بساحة الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. حشد المؤيدين له بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر في خطابه الوداعي قبل الأخير. هدد معارضيه بإجراءات استثنائية، وأعلن تمسكه بالشرعية التي ثمنها حياته في دعوة صريحة للاقتتال الأهلي بين أبناء الشعب الواحد. اتهم بقايا النظام السابق والدولة العميقة والفساد والوضع الاقتصادي للتغطية على فشله دون أن يقدم حلولا، وهو الجالس على رأس السلطة. تجاهل المليونيات التي خرجت ضده، استمع لمكتب الإرشاد ولم يستمع لصوت شعبه، بات مغيبا ومنفصلا عن الواقع. ساخر نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي من العبارات التي رددها المعزول وجماعته. يعني الأسرة تجتمع على أوضة واحدة في تكييف واحد. طب تعالي أقول لك فيه. يعني الأم بترضعه من الجهل إن هي لا تستطيع أن تقوم بالنظافة الشخصية لصدرها، حيث الجانب عالم يجيله إسهال. لكن اللي هيحط صبعه داخل مصر هقطعه. إذا حد فكر يعمل كده هقطع الصباع ده. أنني إذا اضطررت سأفعل، وها أنا أفعل. مصر ما بنضغطش عليها، احنا غير قابلين للانضغاط. يقوم يقف قدام سمير ميس هو بنفسه، الولد ده حد مديله 20 جنيه وقال له روح. بعضهم يسافر يستخبى بره وبعدين يتصل بحد جوه. من عندي تليفون كده ناس تتصل عليا فيه احيانا، يعني اللي بيحاولوا انه متصورين ان هم
يهربوا من قدام عيني ويروحوا في حارة مزنوقة، كل ما احط ايدي الاقي عنكبوت بيقع يا تعبان بيقرص. وعود المعزول في 100 يوم وعود في الهوى. حدد محمد مرسي المعزول بأمر الجماهير المصرية مدة 100 يوم لتنفيذ عددا من الوعود قطعها على نفسه. أهم السبب خلى الناس تنزل يوم 30/6 هو الوعود التي لم تحقق من الرئيس مرسي. أولا ابتديناها طبعا حكومة توافقية لم تحقق، وفوجئنا بأن هو وقت برنامجه الانتخابي قال في خلال 100 يوم أحل أزمات أعتقد المصريين بيعانوا منها معاناة شديدة، منها البترول والعيش والزحمة والأمن والمرور وحاجات كان من المستحيلات ان هو يحلها في 100 يوم. احنا قلنا يمكن مشروع النهضة ده مشروع عجيب وغريب وهيحل المشاكل دي فعلا. فاستنينا الوعود، وكتير جدا من الناس عملوا لدرجة سموه مرسيميتر، يعني قعدوا يعدوا بعداد ال 100 يوم، واحنا كسياسيين عارفين ان ده غير واقعي، بس على الاقل كنا متوقعين ان هو هيحط ملف لكل حاجة يفتح بوضوح كل رؤية. أعهد أن أعمل جادا وبأسرع وقت ممكن لحل 5 مشاكل يومية في حياة المواطن المصري: إعادة الأمن والاستقرار، وضبط المرور وتوفير الوقود، وتحسين رغيف العيش، وحل مشكلة القمامة. محمد مرسي وعدنا في برنامجه الانتخابي بحلول المشكلات. الحقيقه في حد ذات الوعود اللي قطعها على نفسه في حد ذاتها دي يقطعها على نفسه رئيس مجلس محلي او محافظ بالكتير قوي لما يجي يكلمني ان انا هحل مشكله القمامه او غيره، وعلى الرغم من كده فشل فيها. مشكله القمامه لم تحل، مشكله رغيف الخبز للاسف الشديد خدعوا الشعب المصري، خدعوا البسطاء من الشعب المصري وقالوا ان احنا هيحصل عندنا اكتفاء ذاتي وبعدين لما خرجوا من الحكم من كام يوم طلع وزير التموين بيقول لا ده احنا مخزون القمح عندنا مش مكفي. فهي مجموعه من الوعود الكاذبه، مجموعه من الاكاذيب لو صح التعبير، مش وعود كاذبه، هي مجموعه من الاكاذيب اطلقوها علشان يضحكوا على البسطاء من فقراء هذا الشعب. ورصد تقرير مؤشر الديمقراطية 9427 احتجاج خلال سنة من حكم المعزول. ارتفاع سعر الدولار من ساعة ما مسك زاد حوالي جنيه وشوية. ارتفاع سعر الدولار ده تأثيره بقى غير عادي وغير طبيعي على المواطن المصري البسيط، لأنه احنا بنستورد سنويا في حدود 60 مليار دولار، ده إجمالي استيرادنا. أكل وشرب فقط 10 مليار دولار. فلما يزيد الدولار مقابل الجنيه فقط جنيه واحد، يعمل لنا في الاستيراد الأكل والشرب فقط زيادة 10 مليار جنيه. فالزيادة 10 مليار جنيه دي هتعود فورا على المواطن البسيط، لأنه الحكومة مش عايزة تتحمل دعم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا بنتي، وربنا يهدي الحال، ما تقولوش على أكتر من ربنا يهدي الحال. في حين
المعترضين على الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور، وقاموا بتحطيم خيام المعتصمين وإزالتها وإطلاق الخرطوش على المتظاهرين وأخذ بعضهم رهائن وتعذيبهم وإجبارهم على الاعتراف بتقاضي أموال. واستشهد الصحفي الحسيني أبو ضيف بعد أن نشر تحقيقا بجريدة الفجر بعنوان مستندات أكبر فضيحة في عائلة الرئيس. مرسي يعفو عن شقيق زوجته المتهم في جناية رشوة والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات. السنة اللي يعني أمضاها محمد مرسي وجماعته جماعة الإخوان في الحكم شهدت يعني نقدر نقول من غير مبالغة حجم من الانتهاكات ومن الهجمات ومن التشهير ومن الملاحقة بل ومن القتل للتصفية البدنية لزملاء صحفيين. طبعا أوضح مثال هو الشهيد الحسيني أبو ضيف. كل هذه العربدات تقريبا تكاد تكون يعني لم يسبق لها مثيل في تاريخنا الحديث، رغم أن هذا التاريخ كان في فترات طويلة من حكم الاستبداد والديكتاتورية وغيرها، لكن في عام واحد تراكمت أضعاف هذه الانتهاكات التي ارتكبت على مدى كل هذا التاريخ، وتنوعت على يعني مساحة واسعة جدا. حسيني كانت له كتابات شهيرة ومواقف واضحة من الجماعة، أعتقد أنه استهدف بسببها لوجوده في منطقة الأحداث، وأي صحفي كان عنده موقف من الجماعة كان هيتعرض لنفس الموقف. وعذب أنصار مرسي العياط العديد من المتظاهرين، منهم المهندس مينا فيليب والسفير يحيى زكريا والدكتور عمرو عبد الحكيم والمهندس محمد المغربي والناشطان محمد عبد المنعم وأمير عياد، بالإضافة إلى تعذيب الناشطتان علا شهبة ولينا مجاهد. وألقت الشرطة القبض على عدد من المهاجمين، وتبين أنهم تابعين لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين. وخرج منشط جريدة وهابية محرضة بعنوان الكنيسة تخطط لإسقاط مرسي قبل أن يتهم القيادي الإخواني عصام العريان بأن أغلب المتظاهرين في الاتحادية من المسيحيين. ولن ينسى المصريون زهور الجناين الذين شاركوا في صناعة وطن حر مستقل واستشهدوا في شارع محمد محمود، بداية من محمد الجندي الذي استشهد على أثر تعذيبه، وجابر صلاح الشهير بجيكا الذي استشهد في إحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود بعد إصابته بطلق ناري، ومحمد كريستي عضو جمعية أطباء التحرير والذي استشهد في الاتحادية بطلق ناري. مذابح في عهد المعزول. مع بداية شهر رمضان الكريم عام 2012 وأثناء الإفطار، تمكنت خلية إرهابية من قتل نحو 16 ضابطا وجنديا مصريا بدم بارد، فيما قال محمد مرسي أن الاعتداء على حرس الحدود لن يمر دون رد. ومرت سنة على المذبحة ولم يفتح مرسي العياط فمه، ولم يكلف نفسه حضور صلاة الجنازة على شهداء مصر في مشهد أثار الغضب والسخط من المصريين. كما تشاهدون سيداتي وسادتي موكب مهيب ومنظر مهيب، منظر لا نتمناه لأحد ولكن قدرنا أن نعيشه. ورغم إلزام محكمة القضاء الإداري للمعزول بالكشف عن تفاصيل حادث رفح، إلا أنه لم يفعل، مما يثير الريبة والشك في معرفته بالقاتلين. وبعدها بعدة أشهر، تحديدا في شهر نوفمبر 2012،
استيقظ المصريون على كارثة اصطدام القطار رقم 165 بأتوبيس معهد نور الإسلام الأزهري بقرية المندرة بمحافظة أسيوط. أودت الكارثة بحياة 52 قتيلا، بينهم 49 طفلا ومعلمة وعاملة وسائق الأتوبيس و15 مصابا. وصدق الفريق أول عبد الفتاح السيسي على إرسال طائرة عسكرية لنقل المصابين للعلاج في المستشفيات العسكرية. العدالة تحت الحصار في عهد المعزول. مارس الرئيس المعزول وجماعته بلطجة على القانون والسلطة القضائية بعدما سمح لأهله وعشيرته بحصار ثالث محكمة دستورية على مستوى العالم لمنع نظر قضيتي بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. حاصر السلفيون مدينة الإنتاج الإعلامي. ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط بعدما أعاد مجلس الشعب للحياة بعد حكم القضاء ببطلانه في تعد صارخ على القانون. أصدر إعلانا دستوريا كان سببا في تقسيم المصريين. وعد بالمشاركة فكانت المغالبة. كون جمعية تأسيسية لسلق الدستور من الأهل والعشيرة، فخرجت لنا بدستور قسم المصريين واعتبره هو دستورا من أعظم دساتير العالم. أجرى استفتاء على الدستور شكك بعض الحقوقيين في نتائجه. وشفت بعيني اللي كان بيحصل. اللجان اللي كان فيها النساء كانت بتتقفل بدري أو ما بتتفتحش أصلا. كانوا بيبعتوا لهم ناس بالشوم في مناطق العشوائية، كانوا بيتضربوا بالشوم. كانوا بيضحكوا على الستات ويقولوا لها انت حطيتي صباعك في الحبر أحمر ولا أخضر؟ لا، ده لازم ترجعي بعد الساعة 5 هنغير لك ورقتك. وفعلا كانوا بيرجعوا يغيروا لهم ورقتهم وحاجات زي كده اهو. وعملنا محاضر كتير قوي. للأسف ان الناس اللي كانت بتراقب انا برضو شفتها، كانت الناس دي مش نزيهة خالص. فاز في انتخابات الرئاسة وسط دعاوى بالتزوير وتسويد بطاقات انتخابية مطبوعة في المطابع الأميرية ومنع الأقباط من التصويت ببعض قرى الصعيد. والأقباط اللي أرهبوا في الصعيد إن هم اتهددوا إنهم لو خرجوا هيرجعوا لقوا بيوتهم والعة ولا كنايس اتهددت إنها تتحرق وهكذا. كل ده شيء طبعا مش مقبول وشيء مش ديمقراطي. أزاح النائب العام من منصبه عن طريق تقديم وظيفة له كسفير في الفاتيكان، وجاء بنائب عام اعتبره البعض نائبا خاصا. منح نفسه أوسمة بدون وجه حق تكلف خزينة الدولة آلاف الجنيهات. نكث بكل وعوده أثناء الحملة الانتخابية، واستقال معظم مساعديه ومستشاريه بعد إعلانه الدستوري. فاستقال سمير مرقس وسكينة فؤاد وسيف الدين عبد الفتاح وعمر الليسي وفاروق جويدة وفؤاد جد الله. وأعلن رفيق حبيب انسحابه من العمل السياسي. تفوق المعزول على مبارك في اعتقالات الأطفال والقُصّر، فاتهم تقرير حقوقي نظام مرسي بارتكاب العديد من الانتهاكات ضد حقوق الأطفال وخرق قانون الطفل والدستور، فتعرض الأطفال للاحتجاز غير القانوني مع البالغين واحتجازهم في أماكن غير قانونية كمعسكرات الأمن المركزي. اعتقل في عهده المئات من المتظاهرين على خلفية الذكرى الثانية لثورة 25 يناير وأحداث قصر النيل ومحمد محمود. تكميم الأفواه في عهد المعزول. انتكاسة كبيرة شهدها الإعلام والصحافة خلال سنة من عهد المعزول، من منع المقالات والتضييق على الإعلاميين ورفع القضايا وتوقيع جزاءات وإيقاف وإلغاء برامج، بالإضافة إلى قضايا الحسبة وازدراء الأديان. في عصر الإخوان تم إعادة إنتاج النظام القديم بكل فساده وبكل تحكم السلطة فيه، ولكن أيضا بنكهة إخوانية. أنا أشرف
أشرف وأفخر بأني أنتمي للإخوان المسلمين، لكن هذا الانتماء الذي أعلنه دائما حتى يعلم الناس أن سياستي للجميع، وحتى أثبت للجميع أنني لا أفرق بين مصري ومصري آخر، الكل على درجة متساوية من الوطنية. الكلام اللي يقول لك في أخوانة للإعلام، يا ريت عندي إخوان. ففي المبنى العتيق، مبنى الإذاعة والتلفزيون الشهير باسم ماسبيرو، تم إيقاف مقدمة برنامج الضمير الذي يذاع على القناة الثانية هالة فهمي عن العمل بسبب تقديمها لحلقة من برنامج ظهرت خلالها تحمل الكفن حدادا على الدولة، بعد منع قضاة المحكمة الدستورية من دخول المحكمة ومحاصرتها من قبل بعض المحسوبين على تيار الإسلام السياسي. وكانت يعني التعيينات لغير ذي الكفاءة، يعني لما تجيب محرر في إذاعة صوت العرب ضعيف الإمكانيات وتحطه لتطوير البرامج والشاشة اللي هي تلفزيون صوت وصورة في النيل للأخبار، ونماذج كتيرة يعني أدت إلى انهيار فانهيار. لكن كانت القمة بعد الإعلان الدستوري الديكتاتوري للمعزول مرسي، لما جالنا التوجيهات من مكتب وزير الإعلام، وده كان قبل الاستفتاء على الدستور الباطل، بأنه لا يتم استضافة أي خبراء أو متحدثين إلا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أو من اللي مع الدستور. وقام اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإلغاء برنامج استوديو 27 وإحالة المذيعة بثينة كامل للتحقيق بعد قراءتها لأحد النشرات، والتي تزامنت مع مليونية الشرعية والشريعة، حيث قالت أثناء استكمالها لأخبار النشرة: وما زلنا مع النشرة الإخوانية. هناك العديد من الخروقات، من وقف برامج على الهواء ومنع ضيوف من الدخول. عندك استوديو 27 تم وقفه، عندك نشرات أخبار فعلا تبتعد كل البعد عن المهنية. يعني تعرضت شخصيا للتحقيق وخصم من مرتبي في بعد جمعة الشرعية والشريعة، نشرة أخبار عبارة عن 10 أخبار، 7 أخبار عن جماعة الإخوان المسلمين، اللي اضطرني ان انا في منتصف النشرة اردد: وما زلنا مع النشرة الإخوانية. وأحيل فريق برنامج نهارك سعيد للتحقيق، وعادت قضايا الحسبة الموجهة ضد الفنانين والمبدعين في الظهور، وتم ملاحقة بعضهم مثل الفنان عادل إمام، والتشهير ببعضهم مثل الفنانة إلهام شاهين. وأغلقت هيئة الاستثمار قناة الفراعين لمدة 45 يوما بدعوى ارتكاب القناة لبعض المخالفات. طلعت لنا قرار من النائب العام الملاكي بتاعك بإلقاء القبض عليه. ليه؟ واخد بالك؟ لا أعرف. أستاذ عز بيقول له خد فاصل سريع بعد إذنك. ماشي، ناخد فاصل. واحتجاجا على تدخل مجلس الشورى في اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية في مصر من جماعة الإخوان ومواليهم، امتنع عدد كبير من الصحفيين عن كتابة مقالهم اليومي بالصحف، وظهرت المساحات المخصصة لهم في الصحف خالية بيضاء. أكثر من 600 بلاغ، البلاغات بعضها متعددة الأسماء، يعني تستهدف عدد من الأسماء أكثر من واحد، فنحن كنا أمام حوالي 1100، أكثر من 1000، يعني على الأقل أكثر من 1000 صحفي وكاتب ملحقين بهذه البلاغات، بل إنه رئيس الجمهورية نفسه في سابقة لم يسبق أن يعني ارتكبها أحد، هو بنفسه لاحق بالبلاغات عدد من الكتاب ومن الإعلاميين ومنهم العبد لله. المعزول يهدر حقوق المرأة. تراجع الاهتمام بقضايا المرأة على كل المستويات في مصر خلال سنة حكم المعزول، فكانت المرأة ضحية لفشل النظام الحاكم،
وحاول النظام تغطية فشله على حساب المرأة بدلا من أن يضع استراتيجية تحقق فرص عمل للجنسين ويعمل على تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي. مش هيحكمونا بحاجة ويقولوا هم الدين، ده ظلم. أنا كنت في مدرسة إخوانية وأنا صغيرة واتعذبت سببهم. دول ناس مش تبع الدين، دول ناس بيتسلطوا باسم الدين. نحو 64% من نساء مصر يتعرضن للتحرش الجنسي في الشوارع المصرية سواء باللفظ أو بالفعل، واحتلت مصر المرتبة الثانية في التحرش الجنسي على العالم بعد أفغانستان. لم تجد المرأة نفسها ولا قضاياها في الدستور المشوه الذي خرج فجر يوم الجمعة والذي سماه البعض بدستور أم أيمن، وهو الدستور الذي حذف كلمة الاتجار بالنساء حتى لا يتم بموجبها إدراج الزواج بالقاصرات تحت بند الاتجار بالنساء. عانت المرأة في عهد المعزول من التهميش والاستبعاد، فاختيرت على مضض ضمن الحقائب الوزارية لذر الرماد في العيون. المعزول يفشل في استخدام ورقة الطائفية. فشلت الجماعة في شق صف المصريين بعدما حاولت استخدام ورقة الطائفية في التفرقة بين المسلمين والمسيحيين، وسقطت ورقة التوت الأخيرة في محاولة زرع الفتنة، وبفضل وعي المصريين وتماسكهم خرجوا بيد واحدة ضد نظام المعزول الطائفي الفاشي. يعني أنا أعتقد سنة تحت حكم المرشد وجماعة الإخوان، لأن خلينا لما نتكلم عن الدكتور محمد مرسي في الحقيقة أنا لا أود التحدث عنه كرئيس الجمهورية، أنا هاخد التعريف الدقيق له في مكتب الإرشاد، مسؤول ملف الرئاسة داخل مكتب الإرشاد، وبالتالي هو لم يكن رئيسا للجمهورية، كان مسؤولا عن ملف الرئاسة داخل مكتب الإرشاد. نفذ سياسة الجماعة، جماعة أولا متعصبة دينيا ومذهبيا، بمعنى أنها ضد كل غير المسلمين وضد كل غير السنة من المسلمين وضد كل غير الإخوان من السنة. يعني في الآخر هتلاقيها هي لا يثق إلا في الإخوان اللي معاه. نشروا التطرف والتعصب، عملوا قانون بتاع إزراء الأديان فطبق على المسيحيين بشكل رئيسي لأي سبب من الأسباب. يعني أي أطفال حتى تشهد على البنت بتاعت الأقصر ف100,000 جنيه غرامة. فمسيحيين أبو إسلام يحرق الإنجيل قدام السفارة الأمريكية ويصور نفسه بالفيديو، ويعني إيه القضاء زي الفل، يعني بتوجيهات من النائب العام الخاص بتاعهم يتم ضبط المسألة والرجل لا زال حرا طليقا، في حين أن الناس التانية اتحطت في السجون. فبعد الاعتداء الغاشم على مشيخة الأزهر جاء الاعتداء على الكاتدرائية المرقصية أثناء تشييع جثامين ضحايا حادثي منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وهو المشهد الذي وصف باليوم الأسود في تاريخ مصر، وأنه سيبقى وصمة عار لا تمحى على جبين كل مصري شارك في هذا العدوان البغيض الآثم. واعتبر مفتي الجمهورية أن ما حدث افتعال للأزمات بين جناحي مصر المسلمين والمسيحيين، وما هو إلا وسيلة لاستدراج مصر لفتنة كبرى. مرسي لم يستطع أن ينهي هذه المشكلة، فحصلت في عهده اعتداءات على كنائس كثيرة ومقتل أعداد أيضا كبيرة في الصعيد وفي القاهرة وموقعة الخصوص، ولم يكن هذا أبدا في صالح النظام. ومن الضروري أن نؤكد أن النظام فشل أنه يحمي الكنائس ويحمي المساجد في ذات الوقت، وأنه لم يعالج الموضوع بحكمة كما يقتضي إما العمل السياسي وإما العمل الدعوي وإما العمل في مجالات حقوق الإنسان، وكان ده خطأ فظيع منه. وفي خطاب المعزول قبل الأخير
والذي لم يدعو فيه الكنيسة ولا الأزهر للحضور، يتحدث عن البابا توادرس فيقول: لا أشعر براحة كبيرة من علاقات فاترة خلف الزيارات والبروتوكولات التي تجمعنا، مما أعطى أنصاره جرين كارد للهجوم على البابا وشيخ الأزهر. وأصارحكم أني لا أشعر براحة كبيرة لما أحس به من علاقات فاترة لا تخطئها عين مدقق خلف الابتسامات والزيارات واللقاءات البروتوكولية التي تجمعنا. طائفية ورقة تلعب بها أنظمة كثيرة لا تؤمن بحقوق الإنسان ولا تؤمن بقضية المخالفة في الدين، وترى نفسها دائما على الحق وفي جانب الملائكية، وترى الجانب الآخر دائما شيطانا، ومعهم للأسف الشديد مفاتيح الجنة والنار. وفي جريمة هي الأولى من نوعها، ونتيجة لتحريض وشحن الشعب من قبل جماعة الإخوان المسلمين وتشجيع من الرئيس المعزول بالتحريض العلني لعداء طائفة من المجتمع. هذا العمل غير صحيح. هل أصبح الآن التظاهر ضد ولي الأمر والدكتور محمد مرسي هو رئيسك يا توادرس، وهو رئيس الكنيسة المصرية، وهو رئيس كل المصريين؟ أيضا الخطاب التكفيري الذي كان ينطلق من بعض القنوات الدينية كان خطابا تحريضيا على تعميق مسألة الاستقطاب ومسألة العنصرية وإثارة الفتنة الطائفية. قتل 4 أشخاص ينتمون للمذهب الشيعي في محافظة الجيزة في جريمة قتل وصفها البعض بالقتل على الهوية، بعد حالة من التحريض في مؤتمر نصرة سوريا بحضور الرئيس المعزول، وبعد أن تحدث أحد قيادات الحركة السلفية واصفا الشيعة بالأنجاس. إخواني الكرام، أختم كلمتي بنداء أوجهه إلى السيد الرئيس، أسأل الله أن يحفظه من كل سوء، وأن يمده بمدد من عنده، وأن يهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه إذا تذكر وتذكره إذا نسي. مهما استطعنا سيادة الرئيس أن نستغني عن هؤلاء الأنجاس الذين يسبون أصحاب النبي. في الوقت اللي هم هدفوا لشق الصف وإثارة الفتن الطائفية، فوجئنا بالعكس، أنه هناك حالة من حالات تراجع الاحتقان الطائفي والديني مجتمعيا. يعني لقينا المجتمع المصري عاد لأجواء ال 18 يوم بتوع التحرير، لقينا تلاحم بين المسلمين والمسيحيين، فعشان كده لقينا شباب مسبيرو ضمن المسيرة المجتمعية للدفاع عن الأزهر. بعدين حصل ترتيب جريمة الخصوص بشكل معين من جانب الجماعة واستخدامها كمبرر لاعتداء المعد له مسبقا على الكاتدرائية وعلى المقر البابوي لأول مرة في تاريخ مصر الحديث. غاب أصحاب التيارات الإسلامية عن حضور قداس عيد القيامة وسط فتاوى متشددة بعدم التهنئة بالعيد. أنت في مصر الآن إما مسلم أو معارض، حاجة من الاثنين. ديانة تانية، إما مسلم أو معارض. ما هو الموافق ده المسلم، المعارض ده أكيد عندهم مش مسلم، ده ليبرالي، ده والليبرالي والعلماني والاشتراكي والكلام ده كله مش مسلم برضه عندهم. فما بالك بقى بأصحاب الأديان الأخرى، ما بالك بالمسيحيين دول إيه؟ يعني ده تبقى مصيبة لو قلنا لهم كل سنة وأنتم طيبين زي الفتاوى اللي طلعت. واستقبل الأقباط بالكاتدرائية مندوبي فضيلة الإمام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بالتصفيق الحاد، وكذلك المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، في إشارة إلى أن الأزهر الشريف صمام الأمان للإسلام المعتدل والمتسامح، وأن مؤسستي القوات المسلحة والقضاء صمام الأمان للحماية والعدالة في مصر.
هكذا ساهم المعزول في تأجيج الطائفية، فلم يرى في خطاباته غير أهله وعشيرته، لكنه فشل في شق وحدة المصريين فشلا ذريعا. الإتجار بالدين سيكشفه الله، وقد كشفه الله سبحانه وتعالى. هم لا يعبروا عن الدين ولا يمثلوا الدين الإسلامي، وإنما هم تجار دين، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كشفهم. هذه جماعة الكذب دينها والنفاق دستورها والخيانة والعمالة للصهيونية العالمية مبدأها وديدنها. المعزول أضاع كرامة مصر دوليا. سنة ضائعة من تاريخ مصر كادت أن تضيع هيبة وكرامة مصر دوليا التي ثبتتها عبر السنين. بعد زيارات فاشلة قام بها المعزول مرسي العياط كلفت الدولة الملايين من الجنيهات، مما يمكن اعتباره إهدارا للمال العام وجهل تام بالقواعد البروتوكولية واستقبال مهين ولغته الإنجليزية الركيكة ونتائج بلا جدوى من الزيارات. إنه اللي درانك يتمسك ويروح السجن إذا كان درايفنج ولا إيه؟ يعني جاز أند الكحول دونت ميكس، مش ده قانون؟ الحرية مسؤولية. لا، أنا أعتقد أن الدكتور محمد مرسي في اللحظة اللي دخل فيها قصر الاتحادية أطاح بقواعد البروتوكول وأطاح بإدارة المراسم، لأنه أي دولة بالذات لو دولة يعني رئيسية زي مصر بيبقى عندها إدارة بروتوكول ومراسم. لما الرئيس بياكل إزاي، لما يستقبل الناس يستقبلها فين وإزاي، يتصرف إزاي داخل القصر، بياخد كورس. يعني في رؤساء جم من قاع المجتمع زي تشافيز واحمدي نجاد وغيره، فبداوا الدول الرئيسيه بتعلمهم قواعد البروتوكول. ولما بيجي يستقبل حد من الخارج البروتوكول والمراسم عنده بيقول له استقبلهم ازاي وفين، لان في حاجه اسمها في العلاقات الدوليه المعامله بالمثل. بيستقبلني وزير خارجيه ببعت له وزير خارجيه، بيستقبلني رئيس جمهوريه بروح له بمستوى رئيس جمهوريه. هو اللي حصل ان الدكتور محمد مرسي اطاح باداره المراسم والبروتوكول تماما، واعتمد على الاهل والعشيره في ترتيب المساله. دي ناس ما عندهاش خبره، دي ناس في جماعه سريه تحت الارض. فعشان كده لما بيجي بيتصرف تصرفات يعني لا تليق برؤساء دول. ففي زيارته للعاصمه الاثيوبيه اديس ابابا استقبل المعزول وزيره التعدين الاثيوبيه، وفي قطر استقبله نائب الأمير ولي العهد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وفي البرازيل استقبله مدير المراسم ووكيل وزارة الخارجية، وفي زيارته لروسيا استقبله عمدة مدينة سوتشي، ثم قابله بوتين رئيس روسيا بعد 3 أيام من وصوله. وفي تركيا استخدم المنديل، وفي ألمانيا نظر إلى ساعته، وفي استراليا لمس مناطق حساسة بجسده، وأرسل رسالة لرئيس إسرائيل بدأها بعزيزي بيريز وانتهت بصديقكم الوفي. ولا مسؤولين حتى إنه يبص في الساعة أثناء الحوار مع أنجلا ميركل، إنه يتصرف تصرفات معينة، يسلك سلوكيات خاصة بقاع المجتمع المصري، او انه لما يجي يزور في قواعد البروتوكول انك انت لما يجي تزور عندك اداره مراسم بتبلغ الدوله الثانيه بتقول لهم في زياره من يوم كذا لكذا، يرتبوا معاها هيوصل الساعه كام، طيارته تهبط الساعه كام، لما تهبط الطياره مين هيستناه عند سلم الطياره، مين هيستناه في الاستقبال، ايه المراسم بتاعه الاستقبال. كل ده ما كانوش بيتعاملوا بيه. فعشان كده طبيعي انه تستقبلوا وزاره التعدين في اثيوبيا، او يستقبلوا عمدة سوتشي في روسيا، او ولي العهد في قطر، وفي نفس الوقت هو بيلهث في هذه الرحلات بدون أجندة واضحة. وزار إيران لحضور قمة عدم الانحياز تلاها زيارة لأحمدي نجاد للقاهرة وبدء زيارات من السائحين الإيرانيين، وهو ما اعتبره البعض اختراق شيعي لمصر، وأغلق السفارة السورية بمصر وأبعد السفير السوري،
وأعلن الجهاد ضد سوريا في الوقت الذي تعاني مصر أزمة مع إثيوبيا بسبب سد النهضة. وفي زيارته لباكستان نال شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بعد أن ارتدى السلطانية، ولم يعرف أحد أسباب منحه الدكتوراه الفخرية في هذا التخصص رغم أنه حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة، مما جعل المذيع الساخر باسم يوسف يسخر منه في برنامجه الشهير. وخلال سنة واحدة أصبحت الخريطة الجغرافية المصرية في مهب الريح وسط أنباء عن التنازل عن حلايب وشلاتين للسودان، وانهيار العلاقات مع إثيوبيا بعد بناء سد النهضة، وتهديد حصة مصر من مياه النيل بعد جلسة فاضحة بقصر الاتحادية لعلاج الأزمة، والحديث علانية في أمور تخص الأمن القومي المصري على الهواء مباشرة، وتهديدات بضياع سيناء لعشيرته في حماس، وقناة السويس لأهله في قطر، ثم خلق عداء مع سوريا بفتح باب الجهاد تنفيذا لأوامر الولايات المتحدة الأمريكية. تمرد تساهم في عزل مرسي. كعادته واصل الشباب المصري إبداعاته بفكرة شبابية مصرية خالصة أسموها تمرد، لسحب الثقة من محمد مرسي العياط عن طريق جمع 15 مليون توقيع. صاغ شباب حملة تمرد بيانا بلغة عامية أقرب إلى الجماهير المصرية العريضة، قالوا فيه: علشان الأمن لسه مرجعش للشارع مش عايزينك، علشان الفقير لسه ملوش مكان مش عايزينك، علشان لسه بنشحت من بره مش عايزينك، علشان حق الشهيد مجاش مش عايزينك. هي حركة تمرد أصلا في الأساس أنا شايفة أنها المفروض تعلم العالم كله إزاي يجي التغيير وإزاي يجي بالطريقة اللي حصل بيها أن ينزل كمية كبيرة جدا، لأن طول الوقت كان في نظريات بتقول أن مفيش تغيير هيحصل بسرعة إلا ولازم يكون ليه ضحايا كتير، يعني يحصل دم كتير عشان يحصل تغيير. الحقيقه ان الشعب المصري في الفتره اللي فاتت كان ثبت ان طول ما في دم بيخاف وما بيغيرش، بالعكس بيجر للأسوأ، يعني ما كانش بيحصل تغيير. فاللي اتعلمناه ان الشعب المصري او كل الشعوب عموما بتنجذب عاده دايما للحاجات السلميه، يعني اي حاجه سلميه. فتمرد جت الفكره لحسن شاهين ومحمود بدر ومحمد عزيز ومجموعه من الشباب معاهم، ان هم كانوا في الفتره الاخرانيه كان خلاص كله لاحظ ان نظام دكتور محمد مرسي بجماعته الفاشلين، يعني وانا اقصد الكلمه اللي بقولها الفاشلين، ما عرفوش يديروا البلد، وطلع كل المشاريع اللي هم قالوا عليها سواء مشروع النهضه او ايا كانت المشاريع اللي هم وعدوا الشعب المصري ان هم هيقدروا يقوموا بيها، من حقوق الشهداء او الملايين اللي هم كانوا بيقولوا ان هم هيرجعوها، او الاصلاحات من اول الوعود اللي وعدوا بيها ال 100 يوم الى اخره، فشلوا فيها طبعا فشل ذريع. وبان ان هم حتى ما عندهمش حاجات يقدموها بعد الفتره دي، عشان ما حدش يقول ليه ما صبرتوش عليهم، لان هم الحقيقه ما كانش عندهم حاجه يقدموها. تعامل العياط وجماعته باستهانه مع الحمله، شككوا في قدره الحمله على جمع 15 مليون توقيع، وبعدما استطاع افراد الحمله جمع نحو 22 مليون توقيع، قالت الجماعه ان التوقيعات غير قانونيه، ولن ينزل الشعب الى الميادين والشوارع يوم 30 يونيو. لذلك فإننا ندعو 22 مليون راهن التمرد على جماهير مصر فلم تخذلهم، نزلوا بالملايين إلى الشوارع في كافة محافظات مصر وعزلوا محمد مرسي عيسى العياط. ثلاثين يونيو الشعب يسترد مصر.
اندلعت الموجة الثانية من الثورة في 30 من يونيو 2013 ضد حكم المرشد وظلم الجماعة، وخرج ما يزيد على 30 مليون مصري في مشهد تاريخي لم تشهده دولة في العالم، يهتفون ضد حكم مرسي وجماعته، مطالبين باسترداد مصر واستعادتها من أسر الجماعة، وقرروا الزحف نحو الاتحادية والقبة والحرس الجمهوري والنزول في ميادين التحرير في كافة محافظات مصر في آن واحد. خرج أبناء الصعيد عن بكرة أبيهم بعدما اتهموا لسنوات عديدة بالسلبية تارة وبدعم الإخوان تارة أخرى، ليثبتوا للعالم أجمع أن مصر عندما تحتاج أبنائها لإنقاذها من حكم المرشد وعشيرته فإنهم يلبوا النداء فورا ويخرجون حاملين أكفانهم من أجل أن تحيا مصر حرة مستقلة عن الاحتلال الإخواني. اعتصم مثقفو وأدباء وفنانو مصر أمام وزارة الثقافة احتجاجا على حكم الجماعة وتعيين الوزير الإخواني علاء عبد العزيز وزيرا للثقافة. رفعوا الكرت الأحمر مطالبين بطرد المعزول، قدموا عروضا فنية موسيقية مجانية أمام مقر اعتصامهم، تعرضوا لمحاولات من الإخوان لفض اعتصامهم بالقوة، إلا أنهم رابطوا ووقفوا يدا واحدة وفشلت محاولة فض الاعتصام، ولقنت الصحفية رشا عزب درسا للإخواني أحمد المغير لن ينساه عبر سنين حياته. ورغم دعوات الخوف والترهيب من قبل الجماعة وأنصارها، خرج الشعب المصري بالملايين في مشهد بديع صورته الأقمار الصناعية وأطلعت العالم به على روعة وبراعة المصريين. فلا يمكن لمستبد أن يكمم أفواه الشعب المصري الباحث عن الحرية، ولا يمكن لطاغية أن يستمر على كرسيه طالما كان هناك مواطنين أحرار يناضلون في سبيل وطنهم أولا وآخرا. لم تجد القوات المسلحة المصرية مفرا من الاستجابة لصوت الملايين من الشعب المصري وتحقيق إرادتهم، بعدما أمهلت القوى السياسية والرئيس المعزول أسبوعا للتوافق الوطني، ثم 48 ساعة أخرى لتحقيق مطالب الجماهير. 3 من يوليو يوم الاستقلال. لحظات صعبة تمر على الملايين من المصريين في التحرير والاتحادية وكافة محافظات مصر في انتظار بيان القوات المسلحة. الشائعات تملأ ميادين مصر، ترقب وانتظار، لهفة ورجاء. تمر الساعات طويلة وفجأة تعلن الميادين عن إعلان البيان المنتظر. يتجمع المتظاهرين حول سماعات السيارات ينصتون بخشوع. يعلن الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي في حضور عدد من الأحزاب السياسية وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة المرقصية عن خارطة الطريق التي تحدد ملامح العمل خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس جديد. فرحة غامرة تنتاب ميادين التحرير في كافة محافظات مصر. أطلق المصريون ألعابا نارية في ليلة استثنائية في عمر مصر ربما يكفي ثمنها بديلا للمعونة الأمريكية السنوية لمصر. تغير الهتاف من ارحل إلى رحل،
من الشعب يريد إسقاط النظام إلى الشعب خلاص أسقط النظام. أكبر وتحيا مصر، الله أكبر وتحيا مصر. غمة وانزاحت يا مصريين، شعب عبقري، شعب عظيم، جيش محترم. هو ده الكلام، خلصنا من الهم. شوفوا الفرحة، شوفوا السعادة في الشارع، شوفوا الناس اللي اتشال الغم من عليها. الناس كان عليها حجر، الحجر راح ودار. الجيش والشعب فجروا الحجر، فجروا الحجر اللي كان على صدرنا. الناس دي مشيت خلاص. النهارده اول انقلاب شعبي في العالم، العالم كله يقف يتفرج علينا، يقف يتفرج على المصريين اللي وقفوا قالوا للحاكم بتاعهم امشي ارحل، احنا تعبنا منك. هذا وطن صنع التاريخ، هذا وطن خلق التاريخ. هنا وحدنا الله من وقت إخناتون، وهنا بنوحد ربنا بكل الأديان. مولانا شيخ الأزهر وقداسة البابا تودرس. الله أكبر، الله أكبر فوق كيد المعتدي. محدش يقدر يعتدي عليك يا مصر، محدش يقدر يعتدي عليك يا مصر. أنا بحيي الجيش وبنحييه بكل فخر واعتزاز. تمام؟ ده بدأة. اسمحي لي بقى حضرتك، انا عندك استناني بس، خليني اعيش اللحظه. 30 يونيو ثورة شعبية حقيقية لشعب محب للحياة عاشق لبلده، شعب علم الدنيا قديما وآن الأوان كي يعلمها من جديد كيف تسترد الأوطان وتصنع الثورات، وكيف تكون العلاقة بين الشعب وجيشه. 3 يوليو هو يوم الاستقلال من الاحتلال الإخواني لمصر. 30 يونيو هي ثورة شعبية من أرقى الأنواع. 30 يونيو ثورة شعبية انحاز إليها الجيش المصري لما الشعب طلب منه ذلك. ثورة شعبية طبعا، 33 مليون مواطن مصري، نساء ورجال وأطفال نزلوا عشان يقولوا لا للقمع الحريات. عايزين سموها انقلاب، سموها انقلاب، بس هو انقلاب شعبي. دي ثورة شعبية دخل الجيش وحسمها لمصلحة الشعب. ثورة شارك فيها أكبر حشد حصل متهيألي في العالم كله، مش في مصر بس. ثورة شعبية بدون شك. 30 يونيو ثورة شعبية عظيمة غير مسبوقة في التاريخ ولا صلة لها بالانقلاب العسكري. من يتحدث عن انقلاب هو بالقطع نصاب. يا مصر وانا على الربابة بغني، مملوكش غير لك